اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تاني أيام العيد. جالي عزومة. قولولي لما حد يعني بيجي عندكم كده في العيد وبيعيد عليكم بتعزموه على ايه؟ اللي كان رنجة وفسيخ وملوحة والكلام ده كله يكتب لي في الكومنتات ويقول لي اللي احنا اكلنا رنجة وفسيخ في العيد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد، والأمة الإسلامية بخير يا رب، واشوفكم دايما فرحانين وسعداء وفي احسن حال. والسنة الجاية يا رب كده تكونوا على جبل عرفة وتزوروا الكعبة بإذن الله إن شاء الله يا رب. قولوا أمين أمين. النهاردة أنا كنت جايبة الفسيخ ده من كفر الشيخ، من رمضان، من نص رمضان كده أو أول رمضان، وعنده في الفريزر عندي. قلت مش هعملها إلا في العيد يعني. تمام. الرنجة دي لسه جايباها في آخر يوم في رمضان. سألته بنا عن النبي، اللهم صل عليك يا نبي. فطبعا قلت لما الجماعة يجي عندي هعمل لهم رنجة وفسيخ وكده يعني، عشان طبعا متعودين كل سنة بنروح عند اختي وكده في العيد. تمام. كل سنة وانتم طيبين يا رب وتودوا بعض كده. الود حلو يا جماعة، ودوا بعض يعني، محدش يزعل. الدنيا مش مستاهلة، محدش واخد من الدنيا حاجة. يعني اللي انت ممكن مثلا انت تتخانق مع حد النهارده ممكن تلاقيه فجأة مات بكرة، قضاء وقدر، نصيبه كده. يا ريت محدش يزعل من حد. الدنيا مش مستاهلة يعني ان حد يزعل من حد. يا ربنا ما يجيب زعل. المهم، طبعا انا بخرط طماطم وفلفل وبقلي بتنجان. طبعا الطماطم دي عشان تكسر الحضية بتاعة الملوحة يعني. فطبعا انا كنت بخرط في الاول، فجت لي مرات اخويا تقول لي انا عايزه اساعدك اعمل اي حاجه بدل ما انا قاعده كده وخلاص. قلت لها يا بنت هتتبهدلي يا بنت. قالت لي مش مشكله، هعمل حاجات خفيفه يعني، بس ماليش دعوه ايه بالزفار. قلت لها خلاص تعالي خرطي القوطه والفلفل طرنشات وفضي الجبنه وكده يعني. وبتحمر هي البطاطس على البوتاجاز، المقطع ده مجاش، وبتقلي بتنجان. تمام. تمام. حلو الكلام حلو الكلام. اللهم صل عليك يا نبي. كده خلاص فضت الجبنه. قلت لها اجيب لانشون. هي اساسا ما كانش عايزه احط الجبنه خالص. ليه يا بنتي هتتزفر؟ طب اجيب لانشون. قلت الله دي كملت بقى جبنه ولانشون جنب فسيخ، جنب الرنجه قصدي. ايه اللي انتوا بتقوليه ده؟ مش تعرف طبعا ان انا جايبه فسيخ، عارفه ان انا ايه جايبه رنجه بس. حمرنا اول طبق بطاطس، نحمر كده كمان طبقين. فطبعا البصل ده كان عندي من اخر يوم، برضو يوم في رمضان. ماما قالت لي الاكل ده عايزه ايه؟ بصل. فقلت لها ماشي جبنا بصل. بس طبعا فات عليه يومين فالورقه بتاعته اصفرت. انا غسلاه ومنضفاه ومظبطاه. فهي دوبك بتشيل الورقه الدبلانه الورقه الصفراء كده يعني. ودول طبعا شنط عيش انا طلعتهم من الفريزر وايه، وقلت ابقى اسخنهم. عيش جايباه من البلد، وعيش اقلي، وعيش شامي، وعيش بلدي. تمام. حلو الكلام. طبعا انا وزنت التلات رنجات دول طلعوا كيلو باين، او كيلو الا قال الكيلو ب130 يعني. المهم ان دول عملوا 120 جنيه التلاتة دول. بس بجد مبروكين وحلوين، وطعمهم عامل زي الزبدة كده، زبدة سايحة، ولا حادقة ولا هي مسخة، وتحس ان هي فيها سكر كده. هقصقص ريشهم. طبعا أنا كنت عينهم في الفريزر، وقلت هطلعهم. يعني هما مثلا احنا دلوقتي بالنهار اهو، هما هيجيلي بكره، لا انا هطلعهم من النهارده بالليل. فاهمين قصدي ايه؟ احنا كنا معزومين عند اختي. هوريكم الاكل اللي هي عملته في اخر مقطع في الفيديو. كانت عامله اكل كتير وحلو واصناف. وهقول لكم انا سايبه لكم مقطع منه في الاخر هتشوفوه اخر الفيديو. بس هي انا مرات اخويا شافتني بقى مطلعه الفلفل والطماطم والبتنجان. بتقول لي ايه ده، هو انت هتعملي ايه؟ شايفاني مطلعه العيش. بقول لها، بتقول لي اول ما جت تقول لي انت عملت الاكل. قلت لها اه. داخل المطبخ ما لقيتش حاجه. الله. بتقول لي ايه ده، هو انت هتعملي لهم مسقعه؟ بقول لها اه هعمل لهم مسقعه. مالها المسقعه جميل؟ قالت لي الناس جايه لك هتاكلها مسقعه. قلت لها اه. قالوا برضه كل ده ما تعرفش ان انا هعمل ايه؟ رنجه وفسيخ. تمام. وانا عازمهم على رنجه وفسيخ. قولوا لي انت عزمتوا على الجماعه على ايه؟ قولوا له انت كده لما حد يجي لكم انت عملت لهم اكل ايه في العيد؟ ولا انتوا مش بتعملوا اكل؟ في ناس ممكن تحط فتره العيد وخلاص، وفي ناس بتحط اكل يعني. ممكن لو حد غريب مش قريب منكم، او ممكن تحط له فتره. بس لو حد قريب هنعمل اكل طبعا، واحنا كلنا اهل يعني مع بعض. كده بعد ما نضفت الرنجة وعملتها من الشوك، عمالة تقولي عايزة ايه؟
ايه اشوي رنجايه، بتسخن هي رنجة على النار، طبعا ما بحبهاش كده خالص، وفي ناس بتحط لها قوطه وفلفل وكده، يعني انا ما بحبهاش كده خالص، تعصر ليمون برضو ما بحبش الليمون خالص، ما بحبوش نهائي، ولا الخل ولا الورق العنب، اي حاجه فيها مزازه اطلاقا اطلاقا مش بحبها. ممكن احب الطحينه فقط بس. المهم، اللهم صل على جمال حضرة النبي. كده قطعت الرنجة كلها حتت صغننة كده، يعني على قد ايه اللي يعرف ياخد قطعة، يعني على قد اللقمة، بدل ما احطها سلامة كده يقعدوا يشدوا من بعض، يشدوا ودي يشدوا كده يعني. طبعا انا بصراحة انا بحب اكل الجلد يعني القشر، اسمها ايه دي، ظهر الرنجة وظهر الفسيخ، الجلد بتاعهم يعني بحب اكله قوي. ممكن ارمي جلد الفراخ، بس السردين والكلام ده بحب اكلها. فطبعا عماله تقول لي اقليها ازاي وانا عايزه اكلها، فقلت لها في اشويها كده، قالت لي كنت عايزه اشويها مقفوله، فانا قفلتها لها عشان اوريها لها يعني دي الشوي ازاي، قالت لي خلاص بقى مش عايزه. اعملهم على طبقين، هما 3 رنجات، كانت مفكره ان الشنطه دي التانية فيها رنجه. انا قسمت الرنجة على طبقين عشان طبعا احنا بسم الله ما شاء الله يعني 3 عائلات. كده خلصنا الرنجة والبطاطس، وعملنا كمان البتنجان والطماطم والفلفل والبصل والجبنة والعيش، وكله تحت السيطرة. طبعا الفسيخ اهو، انا كنت جايبه كيلو ساعتها لما كنت في البلد سيدي سالم، فسيخ القلماوي، اصل الفسيخ في مصر فسيخ بلدي سردين والرشيدي وكده يعني، وملوحه. فطبعا حطيلي كيلو، كل 2 في كيس، قلت له غلفهم لي كويس جدا عشان ده رايح مصر. قال لي الفسيخ بكام؟ قال لي ب100 وحاجه وب250 وب300 باين. انا جبت خير الامور الوسط، ولا الغالي ولا الرخيص، ابو 250. طلعوا 4 سمكات بسم الله ما شاء الله، عاملين زي الزبده السايحه النايحه. يعني بصي شفت اللي بيلعبوا راقصات الباليه اللي جسمهم سايب ده، هو ده الفسيخ بالظبط، عامل زيهم كده. طبعا عايزه اقطع البتاع من دماغها، من ورا دماغها عريضه فبتزحلق المقص، فدخلت من نخشوشها كده وطيرتها على طول. كنت عايزه طبعا انضفهم فوق السطح، بس كسلت للاسف، والوقت ازح عليا، وكانت الجو ضلم خلاص، يعني الناس جايه لي الساعه كام؟ الساعه 8 باين، وفي ناس جايه الساعه 9، وفي ناس جت الساعه 7، يعني جم تقطيع كده. خلصنا، جم بقى، وانا كنت رايحه اقطع الرنج، يعني هما جم وانا كنت رايحه اقطع الرنجة. مرات اخويا ساعدتني في الحاجات البسيطه، واختي لما جت ساعدتني في الزفاره والنتانه ديت، ايوه جت هي باين مش عارفه قطعت اسمه ايه، اللهم صل على النبي، الرنجة، مش عارفه ايه اللي قطعتها في الاخر، وانا اللي كملت. تمام كده، هنضف فيه الرنجة فوق الفسيخ كله ده، هنضفه وهسيبه لها برضه هي تقطعه لحد اما اما اشوف ورايا ايه تاني. هتشوفوني دلوقتي بعد ما طلعت الملوحة. كده خلصت اول فسيختين، هما ما قالكوش بقى على التلكيش، طالعين داخلين عمالين يلكشوا في الاكل اللي على المطبخ، وفي الاخر يقولوا لي ايه، احنا مش عايزين نبوظ لك الشكل العام. فاهمين انتوا؟ مش عايزين نبوظوا له الشكل العام عشان التصوير. يقول لي بعد ما تخلص تصوير. قلت لهم لا بصوا كلوا بس ما تبهدليش الدنيا. بص انا جيت هنا اقطع، فكان لسه اطلع السردينه، قالت لي هاتي انا اقطع وايه وكملي انتي. قلت لها تزفري نفسك، قالت لي انا كده كده هتتزفر من الاكل، بس قلت لها خلي بالك من وشك يعني. قامت قالت لي ايه ده، طب ما انا ايدي طالعه في الفيديو. قلت لها ايه يعني ايدك يا حبيبتي؟ ايه يعني ايدك يا حول الله يا رب. فهي سابت الحته ديت اللي مكان الراس، قالت لي الحته ديت بتبقى مرره، فقلت اطلع الصينيه كده بالحاجه عشان خاطر ان انا اعرف اعرف اطلع الملوحه اللي انا خليتها معاكم. هحطها كده على طبقين، واختي بتقول لي ايش جاب الثعلوك جنب الملوك، يعني ايش جاب البسارية للفسيخ. يعني لقيتها بتقول لي ايش جاب الثعلوك جنب الملوك. وحقيقي بجد يعني هي يمكن الاكل اللي خلص الرنجة فاض منها طبق صغنون، والفسيخ الا الطبقين دول ايش محدش قرب لهم خالص، حقيقي بجد. بس اخويا جبر بخاطرهم يعني، وخد له كام حته كده عشان هو مالوش اولا في الفسيخ، فبيحب البسارية شويه.
حطيتهم كده على طبقين، قالت لي دوقيني واحده كده، فانا قطعت راسها وبطنها وبديتها لها. قالت لي حلوه، هي بتقول لي حلوه. جميله، بس بتقول لي طالعه في الحوض سيكه مش زي اللي كنت بتعملها كل مره يعني. صدقوا بايه، وانا والله العظيم ما دقتها ولا حطيت تفتوفه في بقي خالص. فعلا انا اكلت اكل كله كان رنجة وفسيخ، بطاطس محمرة، جبنة، بتنجان، ادي الاكل. بعد ما خلص اهو شطبت خلاص التشطيبات، وحطينا كمان طبق ليمون، طلع بطاطس. بصوا، شفتوا بقى، تعالوا بقى هنا الاكل. مرات اخويا هنا هتحط العيش. تعالوا شوفوا بقى اختي كانت عامله ايه. بشاميل، مكرونه بالبشاميل طبعا عاملاها بالفراخ، وجلاش باللحمه، بالفراخ برضه قصدي، جلاش بالفراخ اهو. وعامله كفته هي اللي عاملاها، وعامله لحمه، وعامله رز بشعريه ولوبيا، ولا مش عارفه فاصوليا، هي ده. وده طبعا دي طبلتي الاربع اعضاء، عيالي وعيالها، حطيت لهم اكل على جنب واحنا اكلنا هنا. تنسوش تحطوا اللايك واشتراك للقناه وسبسكرايب، وتعملوا كومنت وتقولوا كومنت كلتوا ايه وعزمتوا ضيوفكم على ايه. واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك يا جماعه، واشتركوا في قناتي لو ما اشتركتوش. حبكم في الله، وكل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.